انساش ابدا، لن انسى القدس الصراعات. ايوه وقد عاد اليوم علم مصر عاليا خفاقا في سماء العريش بعد 12 عاما من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في احتفال تاريخي أقيم بساحة الأبطال في العريش وشهده مئات المواطنين من أبناء سيناء ومشايخ القبائل. وبعد أن طوي العلم الإسرائيلي تقدمت مجموعة من رجال الشرطة يتقدمهم أحد الضباط وهو يحمل العلم المصري بين يديه استعدادا لرفعه، حيث قدمه للواء عبد الحميد حمدي مساعد وزير الدفاع الذي قام بتقبيل العلم، ثم تقدم نحو الصاري والموسيقى تعزف ويردد الحاضرون نشيد بلادي بلادي. وما إن ارتفع علم مصر في سماء العريش حتى علت هتافات أهالي سيناء الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر لينالوا شرف رؤية هذه اللحظة التاريخية وهم يرددون تحيا مصر. وقد عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. الرحيم. يا أبناء مصر، يا أبناء القوات المسلحة، إنه لشرف عظيم حقا أن أكون أول جندي مصري يقوم اليوم 27 من جماد الآخرة عام 1399 الموافق 25 من مايو 1979 برفع علم القوات المسلحة المصرية على أرض العريش بعد غيبة 12 عاما من النضال الشريف. وإذا كنا نحتفل بهذا اليوم التاريخي بمناسبة عودة مدينة العريش للسيادة المصرية، فإننا نذكر بالعرفان والتقدير أرواح شهدائنا الأبطال الذين ضحوا من أجل الأمة العربية ومن أجل مصر طوال 4 حروب مريرة، آخرها حرب أكتوبر المجيدة عام 73. تلك الحرب التي انطلق منها قائدنا الأعلى الرئيس محمد أنور السادات بمبادرته التاريخية بشجاعة المؤمن وبإرادة الحر لتحقيق السلام العادل في المنطقة لنا وللشعب الإسرائيلي وللشعوب العربية من حولنا. ومن هنا من مدينة العريش أقول لشعوب الأمة العربية جميعا أننا سوف نظل نذكر ويذكر معنا التاريخ أن صاحب قرار السلام هو نفسه صاحب قرار الحرب عام 73.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتعدي عليه الله يخيبك ويخيبك. من الخريطة الأمريكية التي أودعت في واشنطن تحويلها إلى 100,000 النهارده كان ثاني اجتماع زي ما قلت. היום כפי שאמרתי הייתה הישיבה השנייה. كل النشاط اللي I don't think there are many changes. The basic features are So right then. على التلفزيون برضه Years of hard labor. Now, I would like to tell you what a coincidence. The day after tomorrow is our Yes, Musa. This is from my wife to your wife. Thank you very much. Very kind. If I'm not chilly, which will I see? Huh? Oh, my bro, you also. Hebrew, Arabic, The borders of Egypt and Israel are open. Citizens of Egypt will be able to visit Israel. Citizens of Israel will be able to visit Egypt. I shall be in Alexandria. The President and I will meet for a whole day to hold important talks about
problems of our common concern. Meantime, the Foreign Minister, Moshe Dayan, will visit his colleague, Dr. Raleigh, in Egypt. In Cairo, we'll meet with the Prime Minister, Dr. Khalil, for arranging all the outstanding matters between the two countries. And then, at the request of the President, I would like to say that when I come back home, I will undertake steps to set free a number of prisoners whose release will not impair Israel's security. Mr. President, thank you very much.